فتح هذه القنصليات من أجل توسيع التأثير السياسي على مجمل الوضع العراقي من جانب الشعبي أيضا، لأنه تعرف الكثير من الأموال تذهب أيضا إلى تركيا، وكثير من السياحة تذهب إلى تركيا. هذا أيضا مورد اقتصادي نتيجة المشاكل الاقتصادية الموجودة في تركيا، لأنه الليرة التركية قد انخفضت كثيرا. هذا واحد. اثنين، كانت هنالك تهديدات حتى من الولايات المتحدة بإضعاف الوضع الاقتصادي التركي والهجوم لجعله منهار هذا الاقتصاد. سياسة أردوغان جعلت من الاقتصاد التركي مخلخل، فلذلك كانت الانتخابات المحلية الآن انتخابات خسارة لأردوغان. كل هذا من أجل الامتداد في العراق، لأنه ما زال قوة الوضع السياسي العراقي غير متماسكة، فيريدون من الآن أن يؤسسوا لامتدادات وثوابت في الأرض العراقية قبل أن يتحسن الوضع العراقي بحيث يمكن أن يصد كل التأثيرات. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الشاغل الكبير لتركيا هو موضوع المسلحين الموجودين في كردستان، وأيضا المسلحين في كردستان إذا في سنجار أو في مناطق أخرى. فلذلك هم يريدون أن يمدوا أياديهم الناعمة لتقليل طلب الحكومة بإخراج قاعدة بعشيقة التركية.